ان شاء الله سياده المشير السيسي. هننتخب حبيبنا ده. اكتر من 80% من الشعب المصري شايف ان انسب شخص لكرسي الرئاسه هو مشير عبد الفتاح السيسي. بس هل دايما الاغلبيه بتكون صح؟ خلال الحرب العالميه الثانيه سنه 1940 حصلت معركه شرسه جدا ما بين المانيا وفرنسا لما قرر هتلر انه يحتلها بالكامل. المعركه كانت شديده والمانيا كانت اقوى من فرنسا في السلاح وفي العدد. كانت النتيجه ان 90,000 جندي فرنسي اتقتلوا و200,000 جريح و2 مليون مفقود واسير. يعني غالبا الجيش الفرنسي اتصفى وما بقاش منه غير كام واحد بس. كان طوق النجاه الوحيد للمشكله دي هي الهدنه بين البلدين. في 22 يونيو 1940 اتعملت هدنه فعلا بين المانيا وفرنسا. وركز قوي في الكلام اللي جاي ده. الهدنه نصت على ان المانيا تاخد تلتين شمال فرنسا والحدود الغربيه اللي بتطل على المحيط الاطلسي وتسيب لفرنسا الجنوب وتخلي مدينه كده صغيره ومحندقه اسمها مدينه فيشي هي العاصمه الجديده لفرنسا. الشهر اللي بعده اتعمل استفتاء على الهدنه دي وافق عليه 90% من الشعب الفرنسي عشان خاطر الاستقرار. يعني 90% من الشعب الفرنسي وافق على ان المانيا تحتل فرنسا. لكن الكلام ده ما عجبش واحد اسمه تشارل دي غول اللي قرر يعمل ثوره مسلحه ويحرر فرنسا من ايد هتلر. وبعد نضال طويل قدر بالفعل انه يحررها بالكامل. لكن الغريب ان الاغلبيه اللي فضلت تشتم فيه واللي كانت سبب رئيسي في الاحتلال ده مشيت وراه وخلته اول رئيس للجمهوريه الفرنسيه الخامسه. وبغض النظر عن اللي حصل لدي غول بعد كده وان الاغلبيه دي قلبت عليه وعملت ثوره ضده، الا ان المثال ده بيدل ان دايما الاغلبيه بتمشي ورا اي حد في اي حد. ده مش اول ولا اخر مثال لامثله كتير. عندك مثلا فيثاغورس لما كان اول واحد يقول ان الارض كرويه 1.5 مليار بني ادم يا مؤمن قالوا عليه مجنون. ولا ابراهام لينكولن لما نادى بتحرير العبيد قال انه بينشر العصيان وبيهدد السلام وعايز يقلب نظام الحكم. ولا مجموعه الستات اللي عملت حركه سوفراجيتس واللي كانت بتطالب بحق المراه في التصويت في انجلترا عملتهم الاغلبيه بعنف شديد جدا وعذبتهم وسحلتهم وفي الاخر اعترفت بحقهم في التصويت. خد عندك التقيل بقى، جورج بوش لما قرر غزو العراق ايده اغلبيه الشعب الامريكي اللي كان فرحان جدا لحد ما اتصدم بحجم الخسائر اللي حصلت. والمفارقه ان من ضمن الناس اللي عرضت القرار ده كان اوباما اللي كافئته الاغلبيه بعد كده بانها جابته رئيس لامريكا بعد ما شتمته وخونته لما عرض قرار غزو العراق ودلوقتي بيطالبوا باقالته. من الاخر كده الكلام ده كله ممكن يتلخص في مقوله واحده قالها عمنا مارك توين بعد ما جاب اخره من الاغلبيه. قال لك ايه بقى؟ اذا رايت نفسك في صفوف الاغلبيه فاعلم إنه حان الوقت لإعادة التفكير. أشوفكم على خير.